رغم علم البشر أن ربهم هو النافع والضار وأنه دائما معهم، إلا أن كثيرا منهم يتعرض للحظات الخوف. كثيرا ما يسول لك الشيطان أنك ستضع نفسك في مآزق يصعب الخروج منها. أرأيت هذا الشاب وقد اقترب ميعاد المقابلة في العمل الجديد الذي طالما حلم به، وقد تملكته لحظة الخوف أنه لن يظهر بالمظهر الجيد حتى فكر في التراجع. قد يرفض البعض الدخول في النقاشات الهامة خوفاً من عدم القدرة عن التعبير عما بداخله. وكم من إنسان تنازل ورضي بالذل عندما هدده صاحب العمل بطرده، ولحظة الخوف تسيطر عليه أنه لن يجد موردا بالرزق آخر. أرأيت هذا الشاب الصغير الذي يكذب دائما على والدته كلما واجهته: أين كنت ولما رجعت متأخرا؟ ولحظة الخوف تملأ عينيه وهو يجيب. إن لحظة الخوف من ردة الفعل تجعل كثيرا منا يرى أخطاء تصدر من إخوانه ولا يتجرأ أن ينصحهم خوفا منهم. لما كل هذا الخوف والله حي معنا ونحن بعينه وحفظه؟ هذا موسى بدأ خائفا كما ذكر الله في القرآن، لكنه انتهى بمواجهة فرعون، وكل هذا تحت عين الله وسمعه وهو يرعى نبيه وكليمه. فعلمت أن لحظات الخوف توضع في طريقنا حتى يملأ الله قلبنا بالجرأة، وإلا توقفت حياتنا. فاستعنت بربي على تدبير حالي في مواجهة تحديات حياتي، وقلت له: يا إلهنا، ليس لنا ربا سواك نفزع إليه إذا اضطربت قلوبنا، فاملأنا باليقين أن لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، وأصلح فؤادنا وثبت أركاننا، واكتب لنا السلامة أينما نكون. لحظة الخوف لحظة الإنسان بيبقى متضايق من نفسه جدا لما بتعدي عليه. هي لحظة اضطراب القلب عند توقع المكروه. والعلماء بيقولوا إن لحظة الخوف هي الصديق الأعظم للإنسان، وفي نفس الوقت العدو الأعظم للإنسان. العدو الأعظم ليك لحظة الخوف، لما كل ما تخاف تبقى مضطرب جدا لدرجة إن أنت تعتزل كل حاجة أنت خايف منها وتعيش على هامش الحياة مش قد الحياة. ساعتها لحظة الخوف بتبقى العدو الأعظم ليك. وبتبقى الصديق الأعظم لما تمر بيك لحظة الخوف فتستثير فيك إمكانياتك عشان تقاوم وتواجه المخاوف اللي بتعدي بينا كلنا. فهي العدو والصديق في نفس الوقت. عشان كده الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه بيقول إن الخوف أبو الأخلاق، لأن ناس كتير جدا مرت بيهم لحظات الخوف فصنعت منهم أبطال، وللأسف ناس كتير سطحية بسبب لحظات الخوف. ولما تأملت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن لحظات الخوف، لقيت ربنا أقر حقائق مهمة لازم تعرفها وتتعلمها عشان تفهم حكمة ربنا منه بيعدي بينا لحظات خوف في حياتنا كلنا. الحقيقة الأولى إن الخوف هي أحد البلاءات الخمسة. اللحظة دي أحد البلاءات الخمسة الكبيرة اللي ربنا كتبها على بني آدم في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأول اللحظات اللي فيها ابتلاءات على البشر في الدنيا كانت لحظة الخوف. ولما ربنا اتكلم عن لحظة الخوف في القرآن قال إن هي مش نقص، بل اللحظة دي ممكن تصيب الأكابر. مش عيب أبدا إن أنت تخاف. لما سيدنا موسى راح يقابل ربنا عشان يصطفيه نبي، ربنا قال له لما دخل في حضرة الله: قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان، اتقلبت العصا عاملة زي الحية اللي بتتحرك، عاملة زي الجن كده. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، جري بسرعة وما بصش وراه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فأثبت ربنا عز وجل إن نبي من أكابر الأنبياء من أولي العزم خاف. فربنا علمه إن الخوف ما يخليهوش يهرب، الخوف يخليه يواجه مش يهرب. ورباه ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده، فأثبت إن هو خايف. فلو أنت بتمر بيك لحظات الخوف، مرت بأنبياء قبلك. مرت لحظة الخوف بسيدنا إبراهيم لما جم الملائكة في صورة بشر علشان يبشروه إنه هيخلف وهو كبير في السن،
بعد ما امرأته بقت كبيرة وهو كبير، وفي نفس الوقت يقولوا له إحنا هنهلك قوم لوط لأن هم بيعملوا المعصية الشهيرة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. راح بسرعة شوالهم عجل، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الملائكة ما بتاكلش، وكان عند العرب عادة زمان لو عزمت على حد بأكل وما أكلش يبقى جاي يأذيك. هو شايف رجالة مش شايف ملائكة، ما يعرفش إن هم ملائكة. فلما شاف الرجالة دول مش بيمدوا إيديهم أوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا ملائكة، إحنا جايين عشان نهلك القرية دي وعشان نبشرك. فأثبت ربنا إن سيدنا موسى خاف من الحية وده خوف فطري، وأثبت إن سيدنا إبراهيم خاف من إيذاء البشر وده خوف فطري. ثم تكلم القرآن عن خوف سيدنا يعقوب على ابنه، ده خوف إنساني عاطفي طبيعي. لما قالوا له يا أبانا إخوات سيدنا يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبيعي جدا أي حد يخاف من جواه على حبيبه إن يصيبه مكروه. فأثبت ربنا أن لحظات الخوف بتعدي عن الإنسان لأنه طبيعي، بس المهم إن هو يواجه مش يهرب. عشان كده لازم نتكلم مع بعض إزاي إن كلنا لما نخاف، وده مش نقص ولا عيب، إزاي نتعلم نبقى قد الحياة ونواجه، ما نعيش أبدا بسبب لحظة الخوف على هامش الحياة. مشاعر الخايف انا دايما بلخصها في المشهد بتاع الشخص اللي واقف على اخر سنتي متر على حافه الجبل. مشكله الخايف انه الكارثه قبل ما تقع ماديا بتكون حصلت جواه، علشان كده الخوف بيحصل. اللي بيسبب لي لحظات خوف، مش لحظة خوف واحدة، الحاجات الطبيعية. بخاف من الكلاب مثلا، ما بحبش الكلاب. حاجات كتيرة جدا يعني زي أي بني آدم في الدنيا ممكن تخاف من حاجات فيها خوف بشري جدا. بس أنا لحظة الخوف بالنسبة لي ليها معنى حلو جدا بقى. إن أنت لما بتبقى حاسس إن أنت في موضع معين أو في موقف معين مش خايف فيه غير من ربنا، ما تخافش من أي حاجة تانية. بتبين لك الحاجات اللي انت خايف عليها قوي، اللي انت متمسك بيها قوي، الحاجات اللي مش عايز تستغنى عنها، الحاجات اللي نفسك فيها. بين حاجات كتير قوي. الخوف ده يعني انا شايفه نعمة كبيرة. لكن قعدت أبحث ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لحظة الخوف. ليه يا رب؟ الخوف اضطراب القلب عند توقع المكروه، لحظة مؤلمة، ليه بنعدي بيها وكتبتها على بني البشر كلهم؟ العلماء بيقولوا إن ربنا خلق لحظة الخوف عشان تحطمها. الخوف اتخلق عشان تحطمه. الإنسان يا جماعة مليان إمكانيات وقدرات من جوه، لما بيخاف عنده حل من الاتنين، يا يبعد يا يواجه. وعشان يواجه بيدور جواه هيواجه بإيه. كمية الإمكانيات اللي في تاريخ البشرية اللي طلعت في لحظات الخوف، لما تقرأ التاريخ هتعرف إنها من أكبر اللحظات اللي ليها فضل على بني البشر. اختراعات وقفزات بشرية ما طلعتش إلا في وقت الحروب والأزمات، لما الناس كانت خايفة وبتمر بلحظات الخوف. عشان كده بيقولوا خلق الخوف للحماية، فلولا الخوف ما كانت وقاية. تبدأ تاخد تدابيرك عشان تحمي نفسك من لحظة الخوف اللي انت بتمر عليها. أوبرا وينفري من أنجح المذيعات في العالم دلوقتي، حياتها في الأول كانت بداية صعبة واغتصبت وهي طفلة، وقصة مأساوية جدا. إزاي مرت بحياتها تواجه المخاوف والفشل ده عشان تبقى ناجحة كده؟ في الآخر خالص بعد النجاح الرهيب اللي هي محققة قالت كلمة أنا وقفت قدامها، بتقول القوة تكمن في الخوف ذاته. لما تخاف هتصنع منك إنسان قوي. فهمت أنا بقى ساعتها ليه الخوف أبو الأخلاق، لأنه بيطلع كل حاجة قوية جواك عشان تبقى قد الحياة وتواجه. وتسمع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول كما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا أو بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني إيه الكلام ده؟ الدلجة يعني الليل، من خاف أدلج يعني اللي يخاف هيواصل السير بالصبح ومش هينام بالليل وهيشتغل بالليل كمان عشان يلحق يوصل بسرعة، لأنه خايف ما يوصلش. وده مثال تقريبي
اللي يخاف بيتحرك، وانت عشان تمشي بالليل لازم تستنفر إمكانياتك وتواجه مخاوف الليل. من خاف تحرك أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، وصل في الوقت المناسب. ألا إن سلعة الله غالية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تأتي الجنة من مواجهة لحظات الخوف اللي بتعدي عليك. عشان كده ربنا خلق لحظة الخوف علشان نحطمها وتصنع إنسان شجاع، وإلا هتفضل مسجون في سجن الجبن، لأن الجبن هو الهرب من المخاوف، والشجاعة مواجهة المخاوف. لحظة الخوف هتصنع منك بطل. وصلنا لمسارات لحظة الخوف. يا تعصف بيك اللحظة وتتحكم فيك وتخليك هارب، بقت لحظة هروب لما عصفت بيك لحظة الخوف، يا إما أنت اللي تقود حياتك في لحظة الخوف وتقدم مع التدبير. واحدة واحدة. أسوأ مسار وأسوأ رد فعل للإنسان في لحظة الخوف إنه يهرب. علشان مرة جيت تعبر عن رأيك معرفتش تجمع الكلام، تقعد بعد كده ساكت في اجتماعاتك ولا في خروجاتك عشان خايف تتكلم لحسن تلخبط أو يقولوا عليك أنت مش فاهم أو مش عارف تعبر عن اللي قدام اللي جواك. عشان مرة دخلت في نقاش مع مراتك في مشكلة فمعرفتش تحلها، بقيت تتنرفز لما تقولك عندي مشكلة عايز أعرضها عليك، تقول لا مش عايز أتكلم أنا تعبان، وأنت من جواك هربان مش عايز تتناقش لحسن خايف ما يبقاش عندك حلول جذابة أو حلول قوية للمشكلة، ففي بالك إنك تسقط من عين مراتك إنك مش عارف تحل مشاكل البيت. ما تخافيش، ما تخافيش من علاقة جديدة بعد ما تعرضت للخيانة، فالخيانة دي خليتك تهربي من كل علاقة حب وترسمي سيناريو إن كل الرجالة جواهم خيانة. لا، الهروب شيء قاسي جدا. في 30 إبريل 1945 كانت يوم في لحظة خوف عصفت بشخص كان ليه أثر كبير في الدنيا، ولحظة الخوف دي خلته يهرب، وبهروبه انتهت الحرب العالمية الثانية. هتلر القائد الشجاع اللي كان بيموت وبيحرق وحاجة يعني في ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا. الحرب العالمية الثانية مات فيها 60 مليون بني آدم. هتلر أحد قادة الحرب العالمية الثانية. هتلر كان دايما يبني الأماكن اللي يقعد فيها كلها قصور وأماكن واسعة جدا وبيوت فخمة. كل ده ليه؟ لأنه بيخاف من الأماكن الضيقة. وكانت ألمانيا كلها سراديب لأن كان في حرب، في وقت من الأوقات العدو بيهجم بيقصف لازم ننزل تحت الأرض، وكان حراسه دايما يقولوا له لازم تتعلم تنزل تحت الأرض، وكان بيخاف من الأماكن الضيقة. فلما حصرت روسيا برلين وبدأ القصف قالوا له انزل، وحاول ينزل لأن خلاص القصر هيتدمر. حاول ينزل ما استحملش، قعد شوية تحت كده وقام طالع جري، قعد في غرفته الواسعة العالية وقام شرب سم السيانيد اللي كان بيقتل بيه. شرب سيانيد وضرب نفسه بالرصاص هو وصاحبته، لأنه ما قدرش يستحمل، عمره ما واجه لحظة الخوف وعمره ما اتعلم ينزل في الأماكن الضيقة، وجت لحظة خوف عاصفة هرب من الحياة كلها وانتحر. هتلر قتلته لحظة خوف خلته يهرب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن قوم كاملين، بلد كاملة، أصحاب نبي كلهم في لحظة معينة إلا القليل جدا جدا كلهم هربوا في لحظة الخوف، والقرآن اتكلم عنها عشان يخلدها في أذهان المؤمنين. على فكرة حكايات بني إسرائيل هي مواعظ لأمة الإسلام وللعالم كله. بلاش تبقوا زي الناس دول اللي ربنا استبدلهم ما كانوش يستحقوا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، بيشجعهم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كانت العماليق جيش أخذ منهم بيت المقدس، خشوا ربنا كتب لكم النصر، يلا توكلوا على الله بسم الله، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. طب ما أكيد لازم يكون في تحديات في الحياة، لما التحدي ده يمشي نبقى نكمل، لما القوم يخرجوا من البلد ندافع عن بلدنا. إيه الجبن ده؟ قال رجلان من الذين يخافون الله يعني،
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. يا أخي جرب، حاول، اقدم مع التدبير، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. من الآخر كده احنا مدين ظهرنا ودايما بنهرب. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. معاك ربنا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إيه نتيجة الهروب؟ نتيجة الهروب في لحظة الخوف قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اتسموا فاسقين عشان هربوا في لحظة الخوف. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وصدق ربنا على كلام سيدنا موسى إن الهروب في لحظة الخوف أنت كده بتكسر كلام ربنا. ربنا حط الخوف في حياتك عشان تكسره، عشان تتغلب عليه. وفي ال40 سنة دول مات سيدنا موسى، مات وقوم ربنا غضبان عليهم عشان هربوا في لحظة الخوف. كان لازم الجيل يتغير ويجي جيل شجاع عشان يحافظ على القيم والأخلاق وربنا يديله التمكين. أسوأ تصرف ممكن نعمله الإنسان في لحظة الخوف إنه يواجه الخوف برد فعل عكسي. يعني إنك تخاف فتنفعل. يعني التعامل مع الخوف بنظرية رد الفعل المبالغ فيه بيعمق الخوف ويعمق المشاكل. أسوأ رد فعل الواحد خايف إن هو يقف، يفضل واقف كده ويقعد يبني سيناريوهات على الخوف ده. على فكرة الشجاعة مش إن أنت ما تخافش، الشجاعة إنك أنت تدير مخاوفك. أسوأ حاجة ممكن تكون بتحس بيها كخوف بجد ان انت يتقتل عندك الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تبقى في مواضع معينه المفروض تبقى ميت في جلدك من الخوف من ربنا ان انت بتعمل الكلام ده، بس يبقى الاحساس ده عندك اتكسر. أما المسار السليم اللي المفروض إحنا اللي نقود ليه لحظة الخوف هو الإقدام مع التدبير. مش كل لحظة تخلينا نهرب وندي ظهرنا للحياة. اقدم وانت بتدبر حالك. اطلب منك 3 حاجات. رقم 1 أولا قبل أي حاجة تستعين بالحسيب. رقم 2 تعترف إن في خوف. رقم 3 تدبر حالك وتتوكل على الله وتخترق وتقدم على مواجهة التحدي أو الخوف اللي انت هيوقفك عن مواصلة حركة الحياة. قبل ما اتكلم عن أي حاجة محتاج الأول أتكلم عن ربنا. أصلا أنا من غير ربنا صفر وبربنا كل حاجة. أصلا أنا من غير ربنا كل حاجة أخاف منها وبربنا كل حاجة تخاف مني، لأن ربنا معايا سبحانه وتعالى. الحسيب، لازم اسم الله الحسيب يجري في دمك، في كل ذرة في دمك تجهر باسم الله الحسيب لو انت خايف. الحسيب يعني الكافي. وسأل ربنا الناس أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كل شيء الإنسان بيخاف منه تحت سلطان ربنا وأقل من قوة ربنا وتحت قهر ربنا سبحانه وتعالى. ودايما يجي اسم الله الحسيب جنب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا إذا أراد أن يكفيك مش محتاج حد تاني جنب ربنا يساعد ربنا أنه يكفيك، لا، ربنا كافيك لأنه ربنا بإمكانياته وقدراته سبحانه وتعالى. وكان سيدنا أبو جعفر الصادق يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنسان لما يقول حسبي الله ونعم الوكيل كأنه بيفوض ربنا سبحانه وتعالى في حمايته. عشان كده ده مش دعاء. انت لما حد يضايقك او يظلمك او يخوفك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش بتدعي عليه، انت بتقول يا رب انا رفعت قضيتي من قاضي الارض الى قاضي السماء، انا رفعت تخوفي من ضعفي اليك يا الله سبحانه وتعالى فانت اللي تدافع عني. فالاول الحسيب الحسيب الحسيب. بس مهم جدا عشان تعرف تعيش لحظة الخوف على مراد الله انك انت تعترف من جواك. وربنا لما ذكر الأحباب والناس المقربين من الله لما خافوا ازاي كانوا بيعترفوا، وربنا ذكر اعترافهم بل أثنى على اعترافهم فذكروا في القرآن.
سيدنا موسى لما ربنا بعته لفرعون قال رب إني أخاف، شوف الاعتراف، إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري، هيعترضوا هيتناقشوا هيتجادلوا، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، عايز حد يساعدني، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. أنا معاك. شوف لما سيدنا موسى يقول لربنا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يا رب يسندني جنبي معايا ردءا يصدقني. فاعترف، فربنا قال له اذهبا يلا بآياتنا، يلا تقدم، انت دبرت حالك وطلبت المساعدة واعترفت ان انت خايف، اذهبا يلا تقدم، مع انك انت بتدبر حالك يبقى خلاص عملت، انت عشت اللحظة بالطريقة الصح وعملت اللي عليك. من أجمل القصص هي أبسط القصص، ومن أجمل القصص اللي قريتها قصة بنت أول ما اتخرجت ربنا بعت لها فرصة شغل، ممكن تكون خبراتها في الحياة لسه مش كتير، وهتواجه أشياء فيها تحديات ومخاوف، يا تهرب وكل ما تهرب تصدق إنها ضعيفة، يا تقدم مع التدبير وتصدق إنها قوية. أول اجتماع قعدت فيه هي بتشتغل في التسويق، في خطط تسويقية ومصطلحات تسويق وشركة بتتبني على كتاف الشباب ورئيس الشركة واثق فيهم، فقعدت مش فاهمة أي حاجة، مش فاكرة أي حاجة رغم إنها متعلمة كويس، بس خافت من جو الاقتراحات والبرين ستورمينج والناس اللي قاعدة بتكتب وراهم الاجتماع ومين هيقدم إيه للإدارة، ولا كلمة. روحت بتعيط، أنا خلاص ماليش مكان في وسط العتاولة الموجودين. إيه اللي حصل؟ مامتها بتسألها، والدتها بتسألها يا ماما ده أنا ما اتكلمتش النهارده. قالت لها يا بنتي مالكيش غير ربنا سبحانه وتعالى، أنت اتعلمتي واشتغلتي، ما فيش إلا إنك أنت تخوضي بقى يلا الحياة. ببساطة شديدة قالت أنا رحت صليت ركعتين قضاء حاجة وقعدت أذاكر شوية اللي اتعلمته، وقلت إيه أسوأ سيناريو هيحصل؟ هقعد ما أتكلمش؟ مش حلو. طب هتكلم وأقول كلام ملوش لازمة وبعدين أقول كلام شوية مناسب؟ إيه أقصى حاجة؟ يعني أنا هغلط مرة واتنين وأتعلم بعد كده. وده اللي حصل. راحت وجهزت نفسها، قرأت صلت قضاء حاجة قبلها قبل ما تنام، قرأت الفاتحة وسمت ربنا سبحانه وتعالى ودخلت واتكلمت وهي كاتبة قدامها النقاط اللي اتكلم فيها. واحدة صاحبتها بتقول لها انت واحدة تانية، انت مش اللي كنت موجودة امبارح، انت عملت ايه عشان تبقي كده؟ وهي فعلا هي استعانت بالله سبحانه وتعالى. زمان كنت باخد كورس انجليزي في احد الاماكن اللي بيدوا كورسات انجليزي في مصر، فكان الكورس ده كونفرسيشن، يعني نقعد نتكلم مع بعض وكده يعني. فكنت انا بقعد ساكت ليه؟ لاني خايف انطق، بدل ما اقول بليز اقول بليز، بدل ما اقول مش عارف ايه اقولها البي تقيله والبي خفيفه، فقعد ساكت كده. فالمدرسه كانت انجليزيه بتقول كل ما تشترك كل ما تتعلم، هتفضل خايف عمرك ما هتتعلم. صح. لما انا بدات اتكلم واتكلم كلام غلط وكلام انجليزي مصري عرفت ان ده غلط، والميس بدات تصلح لي، والمعلم مش عارف ايه، وواحد جنبي مره يتريق عليا يا عم انجليزي مش عارف الصعيدي ده ولا ايه، فاتكسف من نفسي واروح اذاكرها واسمعها على الكمبيوتر. ما اتعلمتش الا كده. فلازم الانسان لازم يبقى فاهم كويس من جواه ان هو لو ما اقدمش، لو هرب عمره ما يتعلم. فاقدم مع التدبير، سمي الله. واشرف لحظات الخوف ان الانسان يشعر انه خايف من ربنا فما يهربش من ربنا، يهرب لربنا. ربنا قال كده، قال لما تخاف مني وتمر بيك لحظة خوف مني تعالى اقدم عليا، دبر حالك معايا، استعين بيا عليا، مش أعوذ برضاك من سخطك، أو بلاش استعين بيا على طريقي سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جم بيت ربنا عشان خايفين من يوم إن شاء الله نجاة فيه لأهل الله برحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف ففزع فعاش في جنة القرب من ربنا ومعرفة الله في الدنيا، وجنة جوار ربنا في الآخرة. أشرف اللحظات الخوف من الله فتهرب لربنا سبحانه وتعالى. يبقى الخلاصة خلق الخوف للحماية، فلولا لحظة الخوف ما كانت وقاية. ربنا خلق لحظة الخوف عشان تحطمه، عشان تدبر، عشان يفجر الطاقات من جواك فتقدم على معركة الحياة. لو لحظة الخوف خليتك تهرب اعرف كويس انك هتعيش ضعيف سطحي هارب من معركة الحياة ومن حركة الحياة.
ولو لحظة الخوف خليتك تكون كده إيه فكرتك كده، وتكون نفسك وتفكر وتقدم بعد ما تستعين بأي شخص أو تستعين بخبرات أو تستعين إنك تطور نفسك، وتسمي الله وتقدم وأنت مستعين بالحسيب سبحانه وتعالى، يبقى يوم بعد يوم هتكبر، يوم بعد يوم هتزداد خبرة، يوم بعد يوم شخصيتك هتتقل. وهو ده، هي دي عيشة اللحظة، لحظة الخوف على مراد الله. فاللهم يا مسبب كل أمان، ويا من يجود علينا بالاطمئنان، اجعل خوفنا سببا في أمننا في الدنيا والآخرة، يا حنان يا منان.